صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. هذا لي ميني بريوش مع لحم الكوتي تاع العشيه ولا الفطور تاع الصباح، ديروهم لوليداتكم هكذا قبل ما يروحوا للمدرسه. وشوفوا معايا لداخل فاخسي او شوكولا بزاف هايلين. نبداو على بركه الله في المقادير وكيفيه التحضير. نحتاجوا المقادير تاعنا كاس حليب، ربع مغرف تاع سكر، مغرفة تاع خميرة تاع الخبز، نحتاجو بيضة كاملة معاها بياض بيضة، نحتاجو ربع كاس تاع زيت، ملح وشوية تاع لافاني، ونطمو بيان سور بالفرينة حتى نتحصلو على عجينة. دوك نشوفو القوام تاعها، نحطو في الريسيبيون تاعنا كاس تاع الحليب، نضيفو مع هذاك السكر، نزيدو معاهم الخميرة، ربع ملاعق سكر والخميرة. راني نعاود في المقادير، نزيدو معاهم هذيك لافاني، نزيدو الزيت. الوصفة سهلة وسريعة وتتحضر في رمشتين، والمقادير متوفرة في كل بيت. للبيض قلت لك نحتاجو بيضة كاملة معاها بياض تاع بيضة أخرى، ونخليه الصفار ندهنو فيه في الأخير الوجه، ونبداو نطمو بالفرينة نتاعنا. لهنا ما نساوش رشة تاع الملح، نبداو نطمو في الفرينة. لهنا الفرينة نلوحو بالعقل باش ما تغبنكمش هكذا، باش تحصلوا على القوام المطلوب. العجينة تاعنا لازم تكون طرية شويه. لهنا نخليوهم ساعه يخماروا، بعد ما خمروا لنا وتحصلنا على هذا الضعف تاع العجين الاول، نروحو نكملوا باقي الفرينة تاعنا حتى نتحصلوا على الكميه المطلوبه. انا لهنايا ما نوزنش، سينو نقول لكم شحال هزت لي، ندير مباشرة حتى نلحق عيني هي ميزاني، نحصلوا على قوام يكون طري كيما راكم تشوفوا هكذا يلصق في اليدين. نخليوها تخمر من جهة واحدة اخرى، ولهنا بعد ما خمرت لنا نحطوها في لو بلون دو طرافاي ونبداو نخدموا الخبيزات تاعنا ولا البريوشات تاعنا. كيما لهنا انا قسمتهم على حساب الحبيبات اللي حبيتهم يجيوني، نتوما قسموا على حساب عدد الافراد ولا على حساب الشكل اللي بغيتوه والحجم اللي بغيتوه. نحطوهم هكا، نكوروهم ونحطوهم دو كوتي. ولهنايا راح نخدمهم بهذا الشكل هذا البسيط السهل. حطيت شوكولا في الوسط، تحبوا ديروا شوكولا اتارتيني ليسونسيال تسكروا عليها مليح باش هكا ما تسيح لكمش، ولا كيما هذه حنا درت الشوكولا تاع الحبيبات وسكرت عليها بهذه الطريقه بركه سهله وبسيطه. نحطوهم يزيدو يضاعف الحجم تاعهم المرة الثانية في الفور في المول اللي راح ندخلوه للفرن تاعنا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نروحو نديرو الصفار تاع البيضة تاعنا مع شوية تاع القهوة، وندهنوه بالعقل باش ما نهبطوش هذيك الخمور تاعهم اللي يخمروا للمرة الثانية. ندهنوهم على كامل الوجه. التزيين اختياري، انا لهنايا خيرت اني ندير جلجلانيه، اللي حبت دير سانوش تقدر دير سانوش على حساب المتوفر عندكم. ديما ما تتقيدوش بالحوايج. ندخلوهم للفرن يطيبوا مليح، نزيدو نحمروهم من الفوق ونخرجوهم، وهذا هو الشكل تاعهم. راح يحبوهم ولادكم بزاف، خاصه اللي ما يشربوش القهوه تاع العشيه هكذا، باش يكونوا غذائهم متكامل. نتلاقاو في وصفة جديدة مع فيديو جديد. ما تنسوش ديروا ابوني وفعلوا زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. سلام.